بيتكوفيتش يطمئن على مركز الحراسة، وكل من لوكا زيدان ومالفين ماسيل بنسبة تفوق 90% سيكونان حاضران في كأس العالم 2026 وسيعودان من الإصابة تاعهم. كملوا معنا لا فيديو تالي باش تعرفوا نوع الإصابة تاعهم. وهيا بينا البداية بالحارس الأول للمنتخب الوطني الجزائري واللي هو لوكا زيدان. لوكا زيدان الإصابة تاعه ماشي إصابة اللي واعرة وماشي إصابة اللي غادي تبعدها على كأس العالم على المونديال. لوكا زيدان حارس نستحقه في المنتخب الوطني الجزائري، حارس عنده يلعب بكرعيه وعنده يدير دي بارات، عنده ردود افعال سريعه. المهم الاصابه تاعه كانت هنا في كسر كان عنده في الفك والذقن. هذه الاصابه على حسب الصفحات الموثوقه والاخبار حنا اللي نتبعوهم باش نجيبوا لكم الاخبار وباش نعطوكم المصادر الموثوقه. لوكا زيدان غادي الغياب تاعه يكون من 3 إلى 4 أسابيع على الاكثر، تما يكون على الاقل واحد 2 سيمين. يدار العمليه الجراحيه والحمد لله صافي 2 جور ملي دار العمليه ولا 3 جور ملي دار العمليه الجراحيه، والحمد لله العمليه الجراحيه كانت ناجحه. ولوكا زيدان على الاكثر وعلى العموم سيمانتين 3 سيمان، اسبوعان 3 اسابيع لوكا زيدان يعاود يولي للتدريبات، وان شاء الله يشارك مع النادي تاعه قرناطه في المباريات الاخيره تاع الدرجه الثانيه في الدوري الاسباني. تما دروك استخلاصا فهمنا بلي لوكا زيدان الاصابه تاعه ماشي خطيره، والاصابه تاعه ما غاديش تبعدها على كاس العالم، وطمأن بيتكوفيتش قبل كاس العالم وغادي يكون مشارك فيها بنسبه تفوق 90%، لخاطرش الاصابه تاعه ماشي خطيره. وهذه هي لوكا زيدان حارس نسحقوه بالبزاف في ليكيب ناسيونال ومهم بالبزاف. هذه تحيه ليكيب ناسيونال ولوكا زيدان بنسبه تفوق 95% في المونديال ان شاء الله. والحارس الثاني تاعنا اللي هو ميلفين ماسيل فيصل تاني تعرض لاصابه وتاني خضع العمليه الجراحيه، الحمد لله دار عمليه جراحيه قبل لوكا زيدان والعمليه الجراحيه تاعه تاني كانت ناجحه. شغل غير نقطه صغيره، انطوني ماندريا بنسبه تفوق 95% ضيع المونديال. اللي راكم تقولوا لنا تسقسون على انطوني ماندريا، جبت لكم دروك باللي ماندريا دار عمليه في الكتف وعمليه، والاصابه تاع ماندريا اصابه بالغه، تسمى ماندريا بنسبه تفوق 95% المونديال ضيعه. نكملوا في هضرتنا واللي هو ميلفين فيصل ماسيل دار عمليه جراحيه قبل لوكا زيدان، وهذيك عمليه جراحيه كانت ناجحه الحمد لله. وميلفين ماسيل دروك دوك النادي تاعه اللي يلعب درجه ثانيه سويسريه دوك يدير بايان، ودوك يعاود يقول باللي مالفين ماسيل غادي يدرب، وغادي مالفين ماسيل الاصابه تاعه غادي تستغرق بالك كيما لوكا زيدان ولا اقل ثاني من لوكا زيدان. ومالفين لا، مالفين ماسيل يكون بالك كيما لوكا زيدان ولا اكثر من لوكا زيدان بواحد الانسومان، تسمى كيبقى المونديال كاش 10 ايام ولا 15 يوم مالفين ماسيل يكون متعافي من الاصابه تاعه ويكون شارك مع ليكيب تاعه في الدرجه الثانيه السويسريه. هادو هما لي غارديا تاع ليكيب ناسيونال طمنونا قبل كاس العالم، وطمنوا ايضا فلاديمير بيتكوفيتش. تحيه ليكيب ناسيونال ولي غارديا الفاريز ما عندك ما تماركي وميسي ما عندك ما تماركي، وتحيه لالجيري. وديروا لنا ابوني رانا جداد هنا في اليوتيوب بلا بغيتو، وفضلا وليس امرا تحيه ليكيب ناسيونال واي حاجه تخص الجيري بالطبع رانا هنايا. اي استفسارات ولا خلونا في لي كومونتير. تحيه لاجيري تحيه ليكيب ناسيونال، السلام عليكم.